أنا كنت قاعد زي المسحور، عيني مركزة في المراية. مديت إيدي ولمست إزاز المراية. حسيت إن إيدي دخلت جوه زي ما يكون بتعدي في مية. ضحكة البنت اللي كنت بسمعها بقت عالية بشكل يخوف. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة سوق الجمعة، تأليف محمد نصر. تخيل إن حياتك فجأة تتحول لكابوس من غير ما تفهم ليه. حاجة غريبة مرعبة تطلع من الضلمة وتخليك تشك في كل حاجة حواليك، حتى نفسك. حاجات عمرك ما كنت تصدق إنها ممكن تحصل. لو حد قالك عليها قبل كده كنت تضحك وتقول ده كلام، إزاي يعني؟ بس لما الرعب يخبط على بابك وتسمع همس في الضلمة وتشوف في المراية انعكاس مش بتاعك، هتعرف إن في حاجات في الدنيا أغرب من أي حلم وحش ممكن تحلمه. أنا أشرف، راجل أعمال، عندي شركة مقاولات كبيرة، والحمد لله ناجح وعايش مع مراتي هالة وولادي الاتنين في فيلا شيك في التجمع. وعندي هواية، بحب أجمع الحاجات القديمة، يعني أي حاجة ليها تاريخ شكلها عجيب لازم أشتريها. وعندي يوم الجمعة ده حاجة مقدسة. كل يوم جمعة الصبح أصحى بدري، أصلي الفجر، أفطر على السريع، وأركب عربيتي وأروح سوق الجمعة. السوق ده بالنسبة لي عالم تاني. الزحمة، ريحة البهارات مخلوطة بريحة التراب، صوت البياعين وهم بينادوا، كل ده بالنسبة لي موسيقى. وأقعد أتفرج وألمس الحاجات القديمة وفاصل. ولازم كل أسبوع أرجع بحاجة جديدة، ساعة قديمة، راديو مكسور، لوحة مرسوم عليها وشوش غريبة، حاجات كده. وفي يوم جمعة وأنا بتمشى في السوق لقيت نفسي داخل في ركن كده غريب، حارة جوه حارة، لحد ما وصلت عند راجل عجوز قاعد على الأرض معاه شوية صناديق خشب قديمة متاكلة ومترممة. الراجل نفسه كان شكله غريب، وشه مليان تجاعيد وعينه حمرة زي ما يكون ما بينامش. شدني صندوق صغير معمول بنقوش غريبة زي حروف مش مفهومة. مسكت الصندوق وسألته بكام ده يا عم الحاج؟ الراجل بصلي بصة عمري ما انساها وقال لي اللي هتدفعه. أنا حسيت ساعتها إنه عايزنا فاصل، فأنا اديته الفلوس من غير كلام وحطيت الصندوق في العربية ومشيت. ولما رجعت البيت فتحت الصندوق قدام هالة. جواه كان فيه زي ما يكون حتة قماشة قديمة متطبقة، لكن كان ريحته غريبة زي ما يكون بخور مطفي من سنين. هالة اتعصبت وقالت ايه القرف ده يا أشرف، مش كفاية البيت مليان بحاجات قديمة؟ بس أنا الصراحة ما اهتمتش، وخدت الصندوق وحطيته عندي في المجموعة بتاعتي اللي في المكتبة. لكن من اليوم ده كل حاجة بدأت تتغير. ابتديت أحلم كل يوم ببنت صغيرة لابسة فستان أبيض، وشها مش باين، بس صوت ضحكتها كان بيرن في وداني. كل ما أصحى أحس إني لسه سامع الضحكة دي في البيت. هالة بدأت تشتكي إنها بتشوف حاجات غريبة في المراية. مرة شافت نفسها بتبتسم وهي ما كانتش مبتسمة، ومرة شافت نفسها بتتحرك وهي كانت ثابتة. بعد أسبوع ابنه الصغير جه بيعيط وبيصرخ، وقال إنه كان قاعد بيلعب بالحرامية اللعبة بتاعته في أوضته، ولما بص في المراية شاف حد قاعد وراه على السرير. خاف وجري على طول. البيت بقى فيه حاجات كتير غلط، أصوات خطوات في الطرقة بالليل،
أبواب تتقفل لوحدها، وهالة بتقول إنها بتسمع همس في ودانها وهي نايمة. أنا نفسي بقيت أحس إني مش طبيعي، وشي بقى خاسس، وساعات صوتي يطلع منبوح. وفي ليلة هالة صحيت وهي مرعوبة، لقيتني قاعد قدام المراية مش بتكلم، بس بضحك ضحكة غريبة أوي. قربت مني وبصت في المراية، وشافت راجل عجوز واقف ورايا بيضحك ضحكة غريبة، وعينه سودة زي الفحم. صرخت. أنا كنت قاعد زي المسحور، عيني مركزة في المراية. مديت إيدي ولمست إزاز المراية، حسيت إن إيدي دخلت جوه زي ما يكون بتعدي في مية. ضحكة البنت اللي كنت بسمعها بقت عالية بشكل يخوف. هالة زقتني، بتحاول تشدني، ووقعت على الأرض، والمراية اتشقت، اتكسرت، بقت زي ما يكون شبكة عنكبوت من الكسور. دخان اسود طلع منها، وبقى حوالينا في الأوضة في كل مكان. الأولاد صحيوا يصرخوا، النور في البيت كله اتطفى، الدخان كان بيلف حوالينا. هالة مسكت الأولاد وجريت بيهم ناحية الباب. أنا سمعت صوتي بيقول انزلي، بس الصندوق لازم يفضل هنا، هو اللي مخليني عايش لحد دلوقتي. بس الصوت ده ما كانش صوتي، كان صوت زي الصدى. بصيت في المراية اللي على الأرض، لقيت انعكاسي واقف، لكني كنت على الأرض، يعني اللي واقف مش أنا. الرعب خلاني أفوق شوية. هالة والأولاد كانوا نزلوا تحت، وأنا حاولت أجري وراهم. سمعت صوت خطوات من فوق، وباب الأوضة اتقفل لوحده. الدخان الأسود كان بيلف حواليا زي ما يكون عايز يمسكني. هالة فتحت باب الفيلا بالعافية، وجرينا كلنا بره. الجيران بدأوا يتلموا من الأصوات والصريخ. فجأة البيت كله اتقفل، الأبواب والشبابيك اترزعت، وصوت خطوات جاي من جوه الفيلا. وقفنا كلنا بره. شفت في شباك الفيلا الراجل العجوز اللي اشتريت منه الصندوق، والبنت الصغيرة اللي لابسة الفستان الأبيض، واقفين وكأنهم بيبصوا علينا من جوه. ومن اليوم ده محدش فينا رجع الفيلا. لحد دلوقتي الفيلا مقفولة، محدش عارف يدخلها. والجيران بيقولوا إنهم بيشوفوا كل يوم نور خفيف طالع من الأوضة، وصوت بنت صغيرة بتضحك. أنا وهالة والأولاد بنحاول ننسى، بس كل ما غمض عيني بفتكر المراية والضحكة اللي لسه بترن في وداني. ايه رأيكم يا وحوش في قصة أشرف؟ بجد حاجة تخلي الواحد جسمه يقشعر. الدنيا دي مليانة أسرار وما ورائيات، وحاجات تخليك تشك إن اللي حواليك ده مش زي ما أنت متخيل. احكولنا، حد منكم حصل له موقف زي ده؟ شاف حاجة غريبة، سمع صوت مش مفهوم، أو حس بحاجة مش طبيعية؟ يلا أنا هسمعكم. كل واحد فيكم حصل له حاجة زي كده يكتب في الكومنتات، عايزين نسمع كل حاجة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة
من قصص رعب وغموض. يمكن القصة الجاية تبقى زي حاجة حصلت معاك أو حاجة حصلت معاكي. اشتركوا دلوقتي وخليكم جزء من عالم الرعب والغموض. خالد نصر.